إذا تحبي التشيز كيك وصلتي لأحلى طريقة كريمية، وانسي كل الطرق واعتمدي طريقتي. أول شيء تحتاجي قشطة التاج أصلية أكثر من 65 سنة من حليب الأبقار 100%. حنبدأ بسكوت شاي مع زبدة ونص علبة من قشطة التاج، حتعطيني طراوة لذيذة لطبقة البسكوت. أرصها في الصينية، وهنا حتشوفوني أنا حطيتها في صينية صغيرة، تقدروا ما تعملوها عادي لكن حتعطيني شكل رائع. أخذت 2.5 علبة من قشطة التاج حطيتها في الخلاط لأنها أساس وصفتي اليوم. حطيت الجبنة الكريمي والحليب المكثف المحلى وزبدة اللوتس وأخلطها كويس وأوزعها في الصواني. حتروح على فرن حرارته 180 درجة مدة 25 دقيقة. أطفي النار وأتركها بالفرن ربع ساعة، بعدين أخرجها وأتركها بحرارة الغرفة وحتروح على الثلاجة اليوم الثاني. هنا حمرت الكنافة مع شوية زبدة وسكر، بعدين حطيتها على التشيز كيك مع رشة زبدة لوتس وحطيت عليها فراولة وقدمتها. كانت جدا رائعة، كريمية تذوب الفم بطعم جدا رائع، وبالعافية أحلى وألذ تشيز كيك من قشطة التاج.